البنات اليوم راح ندير لكم واحد لاطارت تهبل بنينه مشربة حتى القلب وطرية ومشمخة وتذوب في الفم ذوبان. واحد البنة كم تاع المحترفات اللي تشروها غالية. راح نديرها لكم بأبسط طريقة وبأسهل شرح ممكن تشوفوه على اليوتيوب. مقادير مضبوطة جدا وبالكيل، راح ندير لكم بالكيل بالميزان وحتى بالكاس. انتم فقط تضغطوا على زر الاعجاب وما تنساوش تصلوا معايا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا البنات اول حاجه راح نخدموا الجينواز اللي نحتاجوا فيها 8 بيضات. درت صفار البيض وحده وبياض البيض وحده. اول سر من اسرار نجاح الجينواز انه نديروا بياض البيض، نطلعوا نزيدوا شويه تاع الملح، نطلعوه وحده البنات حتى نتحصلوا على خليط ابيض ورغوي. وهنا نبداو نضيفو في السكر بالتدريج. كميه تاع السكر البنات 200 غرام. كي حطيتها في الكاس تاع 220 مليلتر جاتني كاس معمر، يعني 200 غرام تاع السكر ولا كاس نتاع 220 مليلتر تاع السكر معمر. البنات تاني سر من اسرار نجاح الجينواز انه السكر البنات ما نضيفوهش على ضربه. بعد ما نطلعوا هذاك البيض شويه ونحصلوا على خليط رغوي، نبداو نطلعوا في السكر ونحطوا السكر بالتدريج على 3 مرات، على 4، على 5، حتى يذوب لنا داك السكر تماما ونتحصلوا على خليط رغوي. كي نديروا الخطوط فوق الخليط ما يروحولناش، يعني يبقاو فوق الخليط هكذا البنات. هنا البيض نتاعي راه واجد. بعد ما تحصلت على هذاك الخليط البنات زدت 8 صفار بيض، يعني راح نزيد له الصفار تاع البيض اللي تبقى عليه ونضربه على سرعه تكون قليله. وبالنسبه للكميه تاع الفارينه نحتاجو 200 غرام تاع الفارينه و40 غرام تاع الكاكاو اللي يكون بني فاتح. 200 غرام تاع الفارينه البنات جابت لي كاس ونص تاع الفارينه، والكاكاو جاب لي نصف كأس نتاع الكاكاو. يعني 4 ملاعق كبار نتاع الكاكاو هكذا البنات. نعاود، كاس ونص تاع الفارينة، نصف كأس تاع الكاكاو، ما يعادلو بالغرام 200 غرام فارينة، 40 غرام كاكاو اللي تحب دير الميزان. هنا سهلت عليكم العملية البنات باش هكذا كامل تنجحوا فيه. لاش اللي ما عندهاش الميزان تقدر تخدم هذه لاطارت. دعوا لي فقط دعوة خير وضغطوا على زر الإعجاب البنات. والسر الثالث من أسرار نجاح الجينواز أنه كي نحطوا الفارينة ونحطوا الكاكاو لازمنا نغربلوهم مليح. كي نغربلوهم البنات نبداو ندخلوا السباتول تاعنا ونطلعوا الفوق، ندخلوا ونطلعوا الفوق البنات باش ما نهبطوش القوام حتى يتجانس لنا هذاك الفارينة والكاكاو مع البيض. لما تحصلوا على خليط متجانس نجيبوا المول تاعنا. القطر تاع المول البنات 25 سنتيم. اللي عندها المول هذاك اللي يجي عادي تستعملوا عادي، راح تجيها لاطر تاعها عاليه بزاف وصغيره، يعني استعملوا اي مول عندكم وانتم عينكم ميزانكم. قادرين حتى تستعملوا البلاطو اللي يكون مربع هكذا البنات. هنا البنات حطيت دهنت المول تاعي مليح بالزبده. المول تاعي ما يلصقش البنات. نتوما الا كان المول تاعكم يلصق تقدروا تدهنوه بالزبده وتحطوا من فوقه بابي كويس غير من التحت، يعني ما تخرجوش للجوانب. البنات راكم تشوفوا الحركه، يعني انا كي حطيت هذاك الخليط خبطت المول تاعي بشويه وزدت درت له هذوك الخطوط بهذا عود تاع الشواء. هنا البنات نحطوها طيب على 160 درجه، يعني طيب في غرضها. نحاولوا نخليوها 45 دقيقه ومن بعد نطلعوا عليها. بعد ما نطلعوا عليها نديروا فقط هذاك عود الشواء. الا خرجناه شايح يعني عرفوا باللي الجنواز تاعنا راها طيبه، يعني الجنواز ما تحمروهاش من الفوق، طيبوها فقط غير من التحت. هنا البنات بعد ما طابت لي وبردت معايا تماما، انا رايحه نستعملها ليه يعني ما راحش نخليها الغدوه. خلوها حتى تبرد مليح وبداو قطعوا. انا راح نديرها على 3 قطع. شوفوا كيفاه جات لي ما شاء الله ناجحه 100%. شوفوا البنات الطبقه الاخيره كي قطعت الطبقه الثانيه، يعني كليت منها شويه معليش راح نقطع الطبقه الثانيه ونعاود نحط الطبقه الاخيره كي نجي نخدمها. واللي ما راحش تخدم جينواز تاعها ليه تخليها تاني نهار، تغلفها فقط بابي فيلم بعد ما تبرد وتخليها باش هكذا ما تنشفلهاش. البنات هنا بالنسبه للكريمه اللي راح نحشي بها لاطارت نتاعي، جبت 250 غرام تاع الشوكولا. انا استعملت الوجدان
وزدت لها 250 غرام تاع لا كريم فخاش اللي سخنتها مليح مليح فوق النار. 250 غرام تاع الشوكولا و250 غرام تاع لا كريم فخاش سخنتها مليح مليح حتى وصلت لدرجة الغليان فوق النار، متخليوهاش بزاف البنات. وحطيتها دوت بها داك الشوكولا و200 غرام خلاف نتاع لا كريم فخاش بارده. بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا زدتها فوقها. نعاود 250 غرام تاع الشوكولا زدت لها 250 غرام تاع لا كريم فخاش اللي كنت سخنتها مليح حتى وصلت لدرجه الغليان. ذوبت هذيك الشوكولا مع لا كريم فخاش. بعد ما ذابت لي مليح زدت لها 200 غرام بارده نتاع لا كريم فخاش. هكذا البنات. هنا البنات نغطوها بالنيلون ونخلوها مباشره، ندخلوها مباشره للثلاجه، نخلوها تبرد مليح. الا كنتو مزروبين تقدروا تحطوها واحد الساعه في المجمد، كي ترجعوا ليها تلقاوها جمدت معاكم. هكذا البنات من الاحسن تبرد مليح 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 باش هكذا يجيكم القوام تاع لا كريم هذه حاكم روحو. هنا البنات انا كنت مزروبه دخلتها المجمد تقريبا واحد الساعه، كي رجعت ليها لقيتها حكمت روحها. هنا راح نطلعها بالباطوغ مليحه البنات كيما راكم تشوفوها. هاي لكم كيف طلعت لي. رايحه نخليها بجيه ونبدا نجيب هذيك الطبقه اللي كليت منها شويه قبيل، يعني راح نصححها كيما راكم تشوفوا. نجيبو بما تسقوا البنات، تقدروا تسقوا بالسيرو يعني كيما حبيتوا. انا ما حبيتش الحلاوه اللي زايده. راح نسقيها بالنسكافيه اللي ذوبتها في كاس تاع الماء. تقدروا تسقيوها بالحليب تاني، كل واحد له حريه الاختيار. هنا البنات جبت لا كريم تاعي اللي كنت نطلع فيها معاكم، قسمتها على زوج. حطيت نصف الكميه بعد ما حطيت الطبقه الاولى تاع الجينواز، ورايحه نوزعها على هذيك الطبقه مليح بالتساوي. شوفوا البنات سهله جدا هاد لاطارت، يعني واحد ما يلعبها لكم من اسهل ما يكون. هنا بعد ما حطيت هذيك لا كريم جبت الكراميل. جيبوا طوفيا كراميل، من الاحسن انا استعملت نوعيه اخرى لكن استعملوا طوبي كراميل. هذيك هي النوعيه المخيره تجيكم شاده روحها شويه. انا بدلت النوعيه وجاتني شويه سايله. حطيت هذيك الكراميل، زدت فوقها الجوز اللي كسرته يعني عشوائيا. زدت حطيت الطبقه الثانيه وراني نسقي فيها بهذيك النسكافيه. شربوها مليحه البنات ما تخافوش. يعني هذاك الكاس تاع النسكافيه راح نتوزعوه على 3 مرات، يعني كل طبقه ديروا لها كميه. هنا البنات بعد ما شربت الطبقه الثانيه من النسكافيه البنات رايحه نزيد الكميه اللي تبقات لي نتاع هذيك لاكريم. واحد البنه في هاد لاكريم البنات روعه روعه. هنا بعد ما حطيت هذيك لاكريم راح نوزعها بالتساوي كما راكم تشوفوا، ونبقاو نديرو في نفس العمليه. هنا بعد ما نوزعها بالتساوي البنات رايحه نزيد لها الكراميل. قلت لكم من الاحسن البنات تشريو طوبي، انا قلت لكم استعملت نوعيه خلاف وجاتني شويه سايله. على بها قلت لكم استعملوا طوبي من الاحسن على خاطر هي تجي حاكمه روحها. هنا بعد ما حطيت هذاك الكراميل رايحه نحط الجوز هكذا نكسرو عشوائيا ونحطو فوق هذاك الكراميل اللي راح يعطيها بنه روعه روعه. بعد ما حطيت الجوز البنات راح نحط هذه الطبقه الاخيره. دائما الطبقه الاخيره حطوها من الفوق والوجه تاعها ونشربوها. دائما البنات نبقاو نشربوا فيها بالكميه اللي تبقات لي تاع النسكافيه. نحيو هذاك المول بالجوانب وندوها مباشره للثلاجه للمجمد باش تشد روحها مليح. عندنا 100 غرام تاع الشوكولا نتاع لومباسادور، ملعقه كبيره من الزبده، نذوبوها على حمام مائي. وهنا راح نطلعوا لا كريم شونتيي نتاعنا اللي نحتاجو فيها كاس تاع الحليب اللي يكون بارد مليح مليح. زوج كيسان غير ربع تاع لا كريم شونتيي. حاولوا تخيروا لا كريم شونتيي اللي تكون مليحه. انا للامانه استعملت راسيم، شريتها بالميزان. ونطلعوها مليح مع هذاك الحليب حتى نتحصلوا على خليط يكون كما راكم تشوفوا كي نهبطوا الصحن ما يهبطش معنا هذاك الخليط. نجيبوا الشوكولا اللي ذوبناها على حمام مائي. بعد ما بردت معايا مليح، لازم تبرد معاكم البنات، تحطوها شويه سخونه باش ما تهبط لكمش هذاك الخليط. نحطوها في هذاك الكريمه شوكولا. الفايده نتاعها اول حاجه رايحه تشد لنا هذيك لا كريم شونتيي تكون شاده روحها بعد ما نغلفوا بها الكيك. وثاني حاجه راح تمد لنا هذا اللون الباج اللي راهو هايل يعني في لي طارت. وثالث حاجه تعطينا ذوق شباب وتنقص لنا
الحلاوة تاع الشونتيي على خاطر قلت لكم استعملت الشوكولا نوار لومباسادور روعة البنات. هنا البنات بعد ما بردت معايا هذيك لاطارت يعني والكريمة اللي كانت في الوسط بردت معايا مليح مليح، جبت هذيك الكريمة وبديت نغلف فيها في الكيك نتاعي. حطوا كمية لاباس بها البنات وحاولوا تسووها هكذا كيما راكم تشوفوا البنات، يعني بطريقة سهلة جدا. نحاولوا نسووا لها السطح نتاعها ونسووا الجوانب حتى نتحصلوا على سطح يكون املس. شوف هاد الكيكه البنات ما راحش لكم الوقت خلاص. الكريمه هذيك قلت لكم كنت هزيت منها ورايحه ندير هذا التزيين اللي هو اختيار التزيين نتاعكم البنات، نتوما كل واحد كيف يحب يزين. انا زينت هكذا ومن بعد زدت لها شويه تاع الجوز هكذا من الفوق، يعني وزعته هكذا عشوائيا. وجبت الأوريو أو شبيه الأوريو عندنا هذا ماكسون، يعني دقدقته شوية يعني درته شوية رقيق وهزيت لاكريم اللي بقات لي يعني زدت فيها هذاك الأوريو وثاني بالجوانب نتاعها يعني حطيت الأوريو كما راكم تشوفوا البنات، راح تعطيكم واحد الشكل روعة روعة. وهنا البنات هذيك الكريمة اللي زدت لها الأوريو راح ندير وريدات هكذا من الفوق باش تعطينا الشكل الشباب. وزينت طبعا في الاخير بحبيبات نتاع البسكويت تاع الاوريو، راح يعطيها شكل روعه البنات. شوفوا لي كيفاه جات بسم الله ما شاء الله. هذه لاطار تقدروا ديروها لاعياد الميلاد، تقدروا ديروها كمشروع يعني تخدموا للناس يعني اللي يحبوا يخدموا لي طاقت. يعني رانا نشرو فيها هذه لاطات رانا نشرو فيها ب500 600 حتى توصل حتى ل700، مع انه المكونات نتاعها بسيطه. ما نقولكمش مش غاليين، راهم غاليين شويه سيرتو الجوز والكراميل ولا كريم شانتيي، بصح التكلفه نتاعها ما رايحاش تكون غاليه بزاف كي تخدميها في الدار. بالاحسن خدميها في الدار فرحي بها وليداتك سواء اعياد الميلاد ولا المناسبات ولا النجاحات روعه البنات. جربوها انا متاكده بلي راح تعتمدوها. راني مدير لكم شرح بسيط وسهل جدا باش هكذا كامل كامل تنجحوا في الوصفه. وانتم اللي عجبكم الفيديو ما عليكم غير تضغطوا على زر الاعجاب باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. الى الملتقى في وصفات اخرى.